قائد عمليات سومر وسيد قائد شرطة محافظة ذيقار المشرة يمنع منع باطن اطلاق العيارات النارية ولأي سبب كان. يمنع منع باطن اطلاق العيارات النارية حتى لو كانت في الهواء ولأي سبب كان. حاليا قيادة الشرطة والسيد اللواء قائد عمليات وقائد شرطة محافظة ذيقار بلغ من خلال الجهاز اللاسلكي إلى كافة القطاعات بعدم إطلاق النار لأي ظرف كان، حتى إخوتنا إن شاء الله نريد الهدنة والهدوء. والآن شيوخنا وأجلاء والناس وجهاء المحافظة اليوم كلهم موجودين في قيادة محافظة ذيقار من أجل التباحث حتى نخلص هاي الأزمة اللي جاي تحدث بالناصرية، ورفعوا المطالب إلى دولة رئيس الوزراء. وإن شاء الله بكرة راح يجي وزير الداخلية والسيد الفريق ركن عبد الغني الأسدي من أجل حالة الأزمة. فلذا نهيب بإخوتنا بساحة التظاهر بكل شبابنا أنه ينطون الهدنة من أجل مصلحة المحافظة وتوفير الفرصة على كل ناس تريد خراب لهذه المدينة، لأن اللي يسقط من المتظاهرين أخونا واللي من الشرطة أخونا ومحافظتنا اللي جاي تتدمر وما حد جاي يتأثر بس أبناء المدينة. لذا نطالب من خلال هذا مقطع الفيديو الكل يشاركونا، هذه ذمة والكل واحد يشوف مقطع الفيديو يشاركه. باكر راح يجي وزير الداخلية والفريق ركن عبد الغني الأسدي، واليوم شيوخكم وعمامكم وناسكم أبناء المدينة الوجهاء اجتمعوا بالقيادات ووصلوا مطالبكم اللي هي إقالة المحافظ، وهذا مطلب أصبح لمحافظة ذيقار برمته من المتظاهرين ومن أبناء المدينة ومن الشيوخ، ونريد الانسحاب. هذا مقطع الفيديو الكل يشاركه، وعمامكم هنا يقول لكم انسحبوا وانطوا مجال للتفاوض وللعقل، الأفضل ما يكون الخراب والدماء. الله يبارك بكم أخوتي، شاركوا هذا المقطع الكل يشاركوا. مثل ما سمعتوا النداء بالمباشر الآن إياكم من قائد الشرطة بعدم إطلاق النار، وإن شاء الله رجل نحل الأمور إن شاء الله بالطريق السلمي، لأن محافظتنا عزيز علينا وما رد الخراب إلها، ولا تخلون العابثين يعبثون بالأمن. مثل ما قلنا الشرطة اللي يسقط أخوك والمتظاهر اللي يسقط أخوكم كلكم ولد حمولة واحد.